السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. اليوم جبت لكم هذه الحلوه باش ديروها في افراح اولادكم ان شاء الله. الله ينجح الجميع، موفقين كاع ان شاء الله تجيبوا البكالوريا. وللامانه هذه الوصفه تاع الشيف صلاح الدين الباتني، انا الوصفه تاعي فيها 3 حبات بيض، بغيت نسهلها عليكم غير ب2 حبات بيض. الوصفه تاعي نعبروا بالكاس فيها 3 حبات بيض، يعني كميه كبيره. ان شاء الله هذيك ثاني نشاركها معكم في المرات القادمه ان شاء الله. وهذه الوصفه كما قلت لكم وصفه سهله مهله ب2 حبات بيض. الوصفه للشيف صلاح الباتني كما قلت لكم، اللي بالمناسبه نعزوه في وفاه الوالده نتاعه. اللهم اغفر لها وارحمها وارزقها الفردوس الاعلى من الجنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. انا لله وانا اليه راجعون، البقاء والدوام لله. نفوتوا الوصفه تاعنا بسم الله. عندي هنا 2 حبيبات تاع البيض كيما شفتوا وريتكم البيض لونه شويه فونسي خاطر كان عندي البيض تاع عرب ما لا خدمت به، درت فيه قريصه تاع الملح ونديروا معاه 4 مغارف كبار تاع السكر، سكر عادي يعني سكر حبيبات. زدت معاه تقريبا مغرف صغيره تاع لافاني ليكيد. الا كانت عندكم بودر ديروا بودر، اللي كان عندكم ديروا. انا كان متوفر عندي ليكيد درت لافاني ليكيد. وخلطوا كلشي بالباتور، خلطوا مليح حتى تشوفوا هذا الخليط تاعكم ولا اللون تاعه كيشغل ابيض وضاعف الحجم تاعه كيما هكا. نزيدوا عليه 4 مغارف نتاع الزيت، وكيف عاودوا نخلطوا هذوك 4 مغارف. انايا نقعدوا نزيدوا ونخلطوا بالتدريج. نعاودوا دروك نزيدوا 4 مغارف تاع الحليب. يعني الوصفه سهله تقدروا تحفظوها خفه، 2 حبات بيض ومن كل حاجه 4 مغارف كيما هكا. ونعاودوا نخلطوا. وهنايا كي تخلطوا المكونات كاع غايه دروك نجو نديروا النواشف. بالنسبه للنواشف نديروا 4 مغارف نتاع الفرينه، والكاكاو نديروا غير ب2 مغارف كيما هكا. درت 2 مغارف نتاع الكاكاو بني، البنات من الافضل بني ماشي هذاك الكحل، وهذا البني ما تجي ريحته شابه. ونزيدوا عليهم 4 مغارف تاع الفرينه، من الافضل تكونوا مغربلين الكاكاو والفرينه. انا كنت مغربلتهم مسبقا، يعني الكاكاو كي شريته غربلته ودرته في الباطا تاعها. نزيدوا عليهم نصف كيس خماره تاع الكاطو. في الاول درت غير نص مغرف، وهذيك نص مغرف ما راهاش نص كيس، عاود زدت شويه. يعني هذا الكيس تاع 10 غرام ندو منه نصه 5 غرام. ونخلطوا كلشي غايه بالفوي. هنا في هذه المرحله الصاي ما نستعملوش الباتور، نستعملوا غير الفوي. خلطوا مليح، وفي هذا الوقت راني شاعله الكوشه تاعي تسخن هكا. خلطنا غايه ونجيبوا بلاطو اللي العبر تاعه يكون 30 على 24. دهنوه مليح بالمارغرين ونخويو الخليط نتاعنا. خويو كاع مليح. دوكا هذاك اللي في الريسيبيون هاوده غايه، وقعدوا تسرحوه بالمعرف حتى يتسرح كاع غايه. هنا تبان لكم الكميه تاع العجين شويه قليله، بصح هذيك هي البنات خاطر يزيد يطلع في الفرن. غير بشويه هكا سعفوه وسرحوه كاع على البلا كيما هكا. احنا بعد ما نسرحوه ماذا بكم ديروا كاع الجهات كيف يعني مش جهه طالعه وجهه هابطه. سرحوه كاع غايه وقبضوا هكا البلا، خبطوه 3 خطرات ولا 4 وندخلوه في الفرن في الرف الوسطاني. البنات ما غاديش يدي معاكم الوقت بزاف، تقريبا واحد 10 دقائق ولا كل وحده وكوشتها. شوفوا معايا حاجه خفيف. المهم البنات نكمل لكم طريقه الطهي. كي تدخلوا الكيردون تخرجوه تشوفوه باللي خرج ناشف صاي يكون طاب معاكم. ونجيبو هنايا انا خيرت هذه قد هذوك لاسيات اللي وريتهم لكم، وبيهم نقطع. تقدروا ديروا حجم صغير على هذا، يعني لكم الاختيار باش خرج لكم كميه اكثر من هذه. المهم انا غير بهذا يعني حجم كبير كما شفتوا دويره كبيره هكاك، وخرجت لي كميه مليحه. خرجت لي 7 من هذو كبار وخرجت لي 3 صغار، يعني 2 حبات بيض خرجوا ما شاء الله. نتوما لا خدمتوهم على 2 يعني ضاعفتوا المقادير. تخدمي بالبلاي بهذا الصغير وعاودي كي طيبي وتكملي عاودي تخدمي كيفاه مره واحده اخرى، يعني تضاعفي المقادير ماشي تضاعفي في العجن. كيما عطيتكم هاد المقادير خدموا بهم، كي تكملي عاودي طيبي واحده اخرى تعطيكم كميه كبيره، يعني تصلح للافراح ما شاء الله. هكا تقدموهم مع العصائر ويجوا خفاف بزاف وبنان كيما راكم تشوفوا. كيما هكا قصيتهم كاع وشفتوا هاد لي شوت هادو اللي يقعدوا هاد البقايا ما غاديش كاع نضيعوهم، هادو كاع غادي نرحيوهم. تخلوه بصح حتى يبرد مليح البنات. كي تبرد مليح عاد تقصوها دوائر وترحيو هذاك اللي بقى. انا رحيتهم في الاشوار باش يجوا كاع كيف. اما بالنسبه للكريمه نديروا كاس بودره الشانتيي وربع كاس تاع الماء بارد. البنات يكون بارد في الفريجيدير ما يكونش كاع مكلاصي. وبو تاع الياغورت هنا اختياري، لا بغيتو ما ديروش فيه الياغورت ديري كاس تاع بودره الشانتيي في نص كاس تاع الماء. كيما قلت لكم الماء يكون غير بارد ماشي مكلاصي. في الاولى كنا بكري كنا نخدموه بالماء مكلاصي باش تطلع هايه، بصح كي راه الصيف وراه سخانه بزاف كي نديروه مكلاصي هي تطلع مليح. بصح كي تقعدي تخدمي بها تحسيها كي شغل سخنت وتبقى تخسر كي شغل تتشوقع تكون بارده وعاود تسخن ضربه واحده. مالا نطلعوها غير بالماء بارد عادي ماشي مكلاصي بارد عادي بهذا الشكل. نديرو هكا دوائر ونخليو تغبى في الوسط. في وسط الحبه لكم الاختيار، انا عمرتها بهذا الفوغاج. الا ما كاش متوفر عندكم الفوغاج تقدروا تعمروها بالشوكولا طاطياني، تقدروا كيما تقدروا ما ديروا والو. انا حبيت درتهم غير هكاك يعني ما عمرتهم بوالو. هنا تقعد عندكم ولكم الاختيار. كيما هكا كي نعمر عاود نزيد شويه كريمه من الفوق باش نبلعها.
وهذوك الزوائد اللي قلت لكم هذوك كي رحيناهم نزيدوهم هكا من الفوق، كي شغل رشوا من الفوق وزيروا شويه بيديكم. دوك تشوفوا الطريقه. شوفوا البنات شحال عطاتني كميه ما شاء الله، حتى حاجه ما تضيع، كلشي غادي نخدموا به كما هكا. نرشوا من الفوق ونزيروا شويه بيدينا هكا. عبدوا بيديكم باش تلصق فيها غير. تقدروا تخدموا غير بلا بوش، يعني بلا ما ديروا هذيك لادوي، لخاطر ما نسحقوش زعما هذاك الشكل يقعد يبان ولا كلشي غادي يتخبى. كيما هكا ونكمل كاع الحبات بنفس الطريقه. وهنايا الكسر هذاك اللون درت ليه سيغيز من الفوق. وكما قلت لكم التزيين يقعد عندكم اختياري، لا بقات لكم شويه كريمه عاود ديروا هكا من الفوق كي الوريدات بالكريمه. انا الكريمه كانت كملت لي وما بغيتش نزيد، يعني غير هكا بزاف باش كي ناكلوه ما نحسوش غير بالكريمه، غير وحده اللي درت فيها. تبغوا ديروا كيما هاد الوحده اللي درت فيها ولا غير كيما الاخرين اللي خليتهم هكا بلا كريمه. وزيدوا زينوهم بهاد لي موتيف تاع الباك اللي راهم يتباعوا عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، يتباعوا غير 1000 فرنك. تقلعوا لهم هذيك الجلده اللي من الفوق باش تجي هكا تبري. ونجي نقسم معكم حبه تشوفوا هذيك الخفات تاعها، يعني جات خفيفه بلا ما نشربوها تحسوها مشربه. يعني ننصحكم ما تشربوهاش، خاطر هاد الجينواز هذه تجي خفيفه بزاف، يعني خفيفه ريشه، ما تجيش ناشفه ولا ما تحتاجش كاع تشربيها. مع تخدموها وتخلوها تزيد تبرد في الفريجيدير، تزيد تشرب شويه هذه كريمه شانتيي تجيكم طوب ما شاء الله. شوفوا هنايا غادي نحل معكم تشوفوا هذاك الحشو كيفاش جاي يبان لداخل. شوفوا جاي شهي. نقسم معكم حبه. وهذه يا غالياتي نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو. جربوها وردوا عليا كما كل مره، خلوا لي رايكم في التعليقات. ما تنساوليش هذاك الجيم وهذاك التعليق الحلو كيفكم. بارطاجيو لي الفيديو مع صحابكم واحبابكم كي تعم الفائده. الى فيديو قادم، السلام عليكم.